إذا بتحبوا الخبز المقرمش من برا والطري والسفنجي من جوا، اليوم رح أعمل معكم وصفة خبز الفوكاشيا الإيطالي بطريقة سهلة ومكوناته موجودة بكل بيت، والنتيجة مضمونة 100% ناجحة حتكون معكم. يلا تابعوا معي الوصفة خطوة بخطوة لتشوفوا النتيجة النهائية. أول شي، نقطة مهمة، شغلت الفرن بس دقيقتين ليسخن وبعدين طفيته ليكون مكان مناسب وبيئة مناسبة دافية لتخمير العجين. طفيته للفرن وبعدين حبدا هلأ في العجين حطيت كل المكونات: الطحين والخميرة والملح وزيت الزيتون والعسل والمي، وحركتهم بمعلقة خشب لامتزجت كل المكونات مع بعض وصار المزيج لين ولزج. غطيتهم بفوطة وورق نايلون وحطيت العجينة لتخمر بالفرن مدة 40 دقيقة. بعد ال40 دقيقة هيك بيكون شكل العجين وملمسها. شلت الفوطة وورق النايلون وجهزت زيت زيتون ومي عادية بدرجة حرارة المطبخ. هدول خيارين، فيكم تستخدموا المي أو زيت الزيتون عشان تبللوا إيدكم سواء بزيت الزيتون أو بالمي، فيكم تستخدموا أي من الاتنين. وبعدين بتبدوا تفردوا بالعجين. أول خطوة بلّلت إيدي بالمَي وبدأت أفرد العجين من تحت، أشدها لفوق وأطويها، هاي المرحلة كتير مهمة. عملتها من كل الجهات، لازم لمّا تعملوا خبز الفوكاشيا تعملوا هاي الخطوة من كل الجهات، بتشدوا العجين من تحت لفوق، وكل خطوتين بتبلّوا إيديكم مَي عشان العجينة كتير لزجة وحتلزق بإيديكم، فالمَي أو الزيت حيساعدكم إنه تقدروا تتحكموا بالعجين. وبعد ما خلّصت من كل الجهات طي العجين من تحت لفوق، غطيتها بورق النايلون والفوطة وتركتها تتخمر لمدة ساعتين، وكل 20 دقيقة خلال الساعتين حسوي هاي العملية 5 مرات. هون بعد ما مضى أول 20 دقيقة سويت عملية الطوي، بللت إيدي وبديت أرفع العجين من تحت لفوق وأطويها. هاي كانت أول مرة، وضل 4 مرات خلال الساعتين. وبعد ما خلّصت ال5 مرات ومضت الساعتين، هيك بيكون شكل العجينة، شايفين كيف مليانة هوا؟ بلّلت إيدي الاتنين لإنه حاستخدم هاي المرحلة الأخيرة في الطي اللي هي المرحلة السادسة، حاستخدم إيدي التنتين. بلّلت أصابيعي وإيدي بالمي وبديت أمسك العجين من النُص وأرفعها لفوق وأطويها وألفها على حالها. كتير سهلة الخطوات، بس لازم تركزوا في الفيديو كتير منيح لتشوفوا كيف الطريقة. ترفعوها من النُص وبتطوّوها على بعضها. بعدين غطيتها بالفوطة وكمان ورق النايلون وتركتها 20 دقيقة لتتخمّر وترتاح. وبعد ما مضت ال20 دقيقة الأخيرة جهّزت صينية الخبز، وطبعًا المقادير حاكتب لكم إياها بصندوق الوصف. دهنت الصينية زيت كتير، خبز الفوكاشيا بيحتاج كتير زيت. أول شي دهنت الصينية زيت وبعدين حطيت العجينة فيه، حتنزل معكم بكل سهولة لأنها لزجة وطرية. وضفت فوق العجين كمان زيت زيتون تقريبًا من ربع لنص كوب. بدأت أمد العجين بأطراف أصابعي بنعومة شوي شوي، بس ضغط خفيف عشان أحافظ على الهواء اللي فيها. وبعدين بدأت أزينها بالزيتون والجبنة والطماطم أو البندورة المجففة. كمان حطيت صوص البيستو. فيكم تضيفوا أي نوع أعشاب: إكليل الجبل، بقدونس، زعتر، زيتون أسود، أو حتى ممكن تعملوها سادة، بس أنا هدول كانوا متوفرين عندي وحبيت أضيفهم. وبعد ما خلّصت غطيتها وتركتها ترتاح 30 دقيقة، وهاي آخر مرحلة. وبعد ما انتهت ال30 دقيقة كنت طبعًا مشغلة الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية من تحت لمدة 25 دقيقة لتتحمّر وتاخد لون دهبي. بعدين شغّلت الشواية دقيقتين وطلّعتها، وهيك بيكون خبز الفوكاشيا جاهز معي، مقرمش كتير من برّا وخفيف ومن جوّا طري وإسفنجي، عن جد طعمه روعة.
شايفين كيف بعد ما قطّعته من جوّا هش وطري؟ وسامعين صوت القرمشة؟ لازم تجربوا هالوصفة وحتنجح معكم من أول مرة بس اتبعوا الخطوات خطوة بخطوة. وهيك كانت وصفتي لليوم، بتمنى إنكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونلتقي إن شاء الله بالفيديو الجاي على خير، وباي باي.